قال لك منطقتنا دايره غش على نفاق وكلام كتير ونبر وبص في الارزاق. عيل ماليش حل. تنزل من بيتكو ترمي عينك على اول الامه تلاقي اتنين مهلهلين بعض وجايبين في سيره ناس عضمهم متحلل تحت التراب وهم اساسا ما حضروهمش ولا يعرفوه. على الناحيه التانيه ترمي عينك تلاقي اتنين شغالين، واحد سارح بكيمياء والتاني ماسك في ايده كتامين. تلف وشك تشوف اللي جاي من ظهرك تلاقيه بيزحف على ركبه، ده الكوز ال 15% مدرمغه. تزهق من اللي على الاسفلت ترمي عينك على الدور الاول تلاقي واحده وهي بتغير هدومها ما كانتش وهي بتشد البنطلون تلاقي رسمه البنطلون مطبعه على العضله الاماميه ما تتكيفش كده، تقول لا انا ما لبستش ده، المره الجايه لازم اكون اضيق من الدقان بتاع الدقان اللي فات، فاهم انت؟ لحد ما بتيجي اول صلاه تراويح. ستوب. هنا بقى احنا بننقسم فريقين، فريق الشيطان مسوحه والغرور واخده مفسحه، بس جواه حته هي اللي بتدله وبتقوله ان ده مش مطرحه، بيدخل الجامع وبيمسك المصحف وبيعيط. في بقى فريق تاني ده اللي ما بقاش يأثر فيه الا كلام الاغاني، قاطش ونقلب الصفحه ونرجع للفريق الاولاني اللي هو جواه حته كريمي كده، رجالتنا واخواتنا البنات اللي على وضعنا. رمضان يا ابن الحلال ويا بنت الحلال عباره عن ازازه ايمان وتقوى مشبره 2 لتر في عز الحر وانت قاعد كده واقف في البلكونه ومش طايق حتى الفلنه القط. هتقول لي ازاي؟ اقول لك افسرها لك، اتك على الصبر شويه وتعال. القلب دوت حران من كتر ما انت معبيه من الذنوب والنظرات والجسات والمروحات والمجيات والبعد عن اللي خلقك، كل ده عمل منه جمر بقى خلاص قايد نار. محتاج ايه؟ محتاج الشوب الساقع اللي قلت لك عليه، تبقبق وتسقسق، تدخل مشبر تطلع لحوسه، تدخل مشبر تطلع لحوسه. انا مش عارف انت توت مني وسحت ولا انت فاهمينه وترجمان. وهكذا لحد ما يخلص ال 30 يوم وانت على نفس المنوال عمال تعبي في تقوى وايمان وتوبه رايقه ودمعه جميله وتطرد من جوه جام. بعد ما بيخلصوا ال 30 يوم واترستقت الخطه بقى انت اللي بايدك، انت اللي بايدك تكمل على نفس المنوال والخطه اللي اترسمت لك، وانت اللي بايدك تعكس الايه وترجع فلاش باك لحد قبل رمضان. فطالما عكست الايه مع كل خطوة بتبعد فيها عن ربنا بتطرد حتة حلوة من جوه قلبك اللي انت مليته طول شهر رمضان وتدخل مكانه حتة لحوسة، ولحوسة على لحوسة القلب اسود وغمق، ويا عالم مين يعيش لرمضان اللي بعده. هتقول لي انت عايز تقول ايه؟ هقول لك ان رمضان هو اجدع صاحب ليك، هو الصاحب اللي بيجي لك بيلاقيك رايح في داهية بتولول من كتر الذنوب والمعاصي والحاجات اللي انت اساسا مش طايقها بس غصب عنك. انسان، ما هو الانسان مخلوق ضعيف بيضعف قدام كل حاجه واقل حاجه. طيب وبعدين رمضان هو ده الصاحب اللي بيجي لك بقى في الوقت اللي انت محتاجه فيه، بيقول لك تعالى لا اقف جنبي، مالك فيك ايه؟ تشكيله والله فيا والله ضعفت والله رحت والله جيت والله العظيم بص انا محتاج لك ان انت تنضفني، طب تعالى. الاملا ايمان تقوى بر مروح مجي، اي حاجه كويسه بيشيل الوحش من قلبك ويدخل لك الكويس مكانه وينظف الشوائب ويرمي كل دوت ويبعت واحد يشيل لك كل الكلام ده ويردم على جنب ورستق لك الدنيا وحط لك كل حاجه في مكانها زي ما انت نازل من عند ربك. بتيجي انت بقى بعد المجهود اللي بتعمله ده كله اكن 30 يوم دول وبس انا كتر الف خيري كده، لا يبقى انت كده ما تعرفش يعني ايه رمضان. رمضان بيحط لك الخطه اللي بتخليك تكمل ال 11 شهر اللي بعده وتفضل قاعد مستني بفارغ الصبر صاحبي الجدع اللي بيغيرني، صاحبي الجدع اللي بيقف جنبي، صاحبي الجدع اللي خلاني مشيت طول الوقت ده ومستنيه بفارغ الصبر عشان اخده بالحضن واقول له من عندك كانت البدايه. انا عايز اقول لك كمل انت ماشي صح واسال ربنا الثبات مهما كانت المغريات. ناخده بق قهوه، ناخده بق قهوه ايه، ناخده بق من القله. فوتكوا بعافيه.